في شخص لما يجي ينصحك بتحس انه بجد عايزك تتغير، في برضه شخص لما يجي ينصحك بيحسسك انك خلاص مفيش امل منك. والشخصين دول بيتكلموا باسم الدين، بس الفرق ما بينهم في الاسلوب، الفرق بينهم الهدايه والنفور. انا مش شيخ ولا جاي اجادل، بس جاي احكي عن تجربه خلتني افهم ان مش كل نصيحه بتقربك من ربنا. قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا راسه. يعني في ناس بتيجي تنصح بيحسسك بالقله وانك جاهل ومذنب ويقعد يحبط فيك، تيجي بقى ترد عليه يقول لك كام آية وحديث حافظهم يكتمك بيهم. لو راجل بقى رد انت كده، لو رديت انت بترد على الدين مش على الشخص. الناس دي بتستخدم الايات والاحاديث بطريقه يهين الشخص اللي قدامه ويحسسه بالذنب بدل ما يوجهه. ان انت عندك علم في الدين يا عم، على عيني وعلى راسي، مش لازم تحسسني ان خلاص مفيش امل اني اتوب او اني اتصلح. انا نفسي اوصل لمرحله العلم اللي انت فيها، بس انت كده بتخليني ما احبش اوصل لها وبتقلقني. يعني في ايه في سوره ال عمران بتقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا يا واضحة، تفسيرها واضح، مش محتاج تبقى مفسر عشان تفهمها. ان انت المفروض لو هتيجي تنصح المفروض بطريقة هادية. بجد بتلاقي حد ينصحك بطريقة غلط، حد يقول لك انا نفسيتي تعبانة ومش عارف ايه، انت ما تقولهوش على طول عشان مش بتصلي. لا يا عم، الدنيا مش كده. مهد له الطريق، اللي هو انا فاهمك وكنت زيك كده، جربت كذا وجربت كذا ما عملوش معايا نتيجة، لحد ما جيت صليت بقلب وشكيت حالي لربنا، حسيت باني شلت حمل تقيل من على قلبي وفرغته في الصلاة. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة. في برضه اللي مش بيتقبل النصيحة عشان انت بتذنب، لو انا مش هسمع النصيحة غير لما الاقي ملاك بينصحني عمره ما بيخطئ. انا لو انت مثلا واحد بتشرب سجاير وجيت تقول له صلي وكده، هيقول لك طب ما انت بتشرب سجاير، لو هو ايه اللي دخل ده في ده يا عم انت. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والحديث واضح برضه من غير تفسير، اللي هو ايوه كلنا بنخطئ وبنذنب، بس احسن حد بقى من اللي بيذنبوا دول هو اللي بيقول وبيعترف بغلطه ويتوب وكده. خلي بالك برضه اغلب اللي بينفروا من الدين مش حابين يسمعوا النصيحه، فهم مش كارهين الدين، هم اتجرحوا وزعلوا من اسلوب شخص او اشخاص جم نصحوهم. وتاني برضه انا مش ضد النصيحه ولا اننا نذكر بعض بالله، طول عمري هبقى ضدها لاني شخص مسلم وافتخر، بس انا ضد طريقه النصح اللي في بعض الناس بتنصح بيها. بقول برضه لاي شخص مسلم بينصح: اتعلم ازاي تنصح وتعرف كل شخص بيتنصح ازاي، لان يا صاحبي صوابعك مش زي بعضها. افرح قوي بجد، واي شخص مسلم هيفرح لما يلاقي جيل جديد بينصح بطريقه حلوه، كنت تعرف توصل لعقليه الجيل الجديد. انا مش قصدي التحريف ولا ان الدين لازم يتحدث والعياذ بالله، قصدي طريقه توصيل الفكره للجيل الجديد، لان الجيل الجديد عايز اعاده تاهيل بجد. انا الكلام اللي بكتبه غالبا مش براجعه، بقول كل اللي عندي ده الانستجرام، لو عايز تفهمني حاجه بس كده. سلام.